اكبر غلطه بيعملها مريض السكر انه ياخد العلاج كذا شهر وبعدين يختفي. السكر مش كورس علاج، السكر رحله، واللي ما بيركبش القطر للاخر هو اللي بيدفع الثمن. تخيلي ان مرض السكر قطر، اول ما الدكتور قال ان عندك سكر ما حطش عليك حكم المؤبد، هو بس حط تذكرتك في ايدك وقال لك لو ركبت القطر ده ومشيت معانا محطه هنعدي باقل خسائر ممكنه. القطر ده ليه 3 محطات رئيسيه: محطه العلاج اليومي، ده الانسولين او الاقراص اللي الدكتور كاتبها لك، التزامك بالجرعه والوقت، بيحمي قلبك وعينك وكليتك على المدى الطويل، مش بس بيظبط رقم في التحليل. محطه التحاليل والمتابعه، تحليل تراكمي كل 3 ل 6 شهور، بيحكي حكايه ال3 شهور اللي فاتوا ويقول انت ملتزم ولا لا. معاه تحاليل الكلى، دهون، كشف عيون سنوي او حسب نصيحه الطبيب، دي بتلقط اي مشكله بدري قبل ما تكبر. محطه اسلوب الحياه، اكل متوازن، حركه بسيطه يوميه، نوم كويس، ووزن اقرب للطبيعي. دول مش كماليات، دول قضبان السكه اللي القطر ما بيمشيش من غيرها. اللي ينط من القطر يعني يسيب الدواء او يغيب عن المتابعه، ممكن ما يحسش بحاجه في الاول، بس بعد كام سنه تظهر المضاعفات واحده ورا الثانيه. اما اللي يكمل الرحله حتى لو بيتعب اوقات ويرجع يظبط، عنده فرصه كبيره انه يعيش حياه افضل بنفس احسن ومضاعفات اقل بكتير. اختيارك مش بس بين علاج او لا، اختيارك ما بين انك تسيب السكر يسوقك او انت تسوق الرحله. انا دكتور دنيا، ودي كانت محطه جديده من رحلتنا مع مرض السكر. لو تعرف حد على القطر ده ابعت له الفيديو وخليه يركب بدري قبل ما يفوته.